خيار مخلل مقرمش من اول واحدة لاخر واحدة. لقيت عندي في التلاجة شوية خيار كده هيبدأوا يتبلوا، فغسلتهم كويس جدا. وبنغسل الخضار اللي بنخلله بالمية العادية خالص من الحنفية، بس كمان واحنا بنغسله بننقعه في شوية بيكنج صودا وشوية خل، وبعدين بنشطفه تاني ونجهزه بقى كده. بفتح كل واحدة بالسكينة فتحة صغيرة وبرصه في برطمان نضيف ومعقم كويس قوي. وهنا معايا لتر من المية كنت غلياه وسبته يبرد. ضفت له 4 معالق كبار من الملح ومعلقة كبيرة من السكر. كمان هضيف له رشة صغيرة خالص من ملح الليمون اللي هي تقريبا ربع معلقة صغيرة. بضيف كمان لكل لتر معلقتين مليانين من الخل. هندوب كده المحلول كويس مع بعضه، وبعد كده هضيف له معلقة صغيرة من الكركم. الكركم مادة حافظة وبيدي لون حلو ومش بيغير الطعم، ما تخافوش. لو لسه مكملين معايا الفيديو ما تنسوش تعملوا متابعة وكمان لايك للفيديو ده، وتكتبوا لي كومنت تقولوا لي رأيكم في الفيديوهات اللي بقدمها. كده المحلول جاهز عندي. هضيف كمان بس قبل ما اضيف المحلول شرايح من الثوم، وكمان ورق اللورة. الورق اللورة برضو مادة حافظة. وكمان يا سلام بقى لو عندكم كرفس، للأسف انا ملقتش. ضفت المحلول على الخيار. مفروض بنعمل اي حاجة تتقل كده على المخلل زي ما عملنا في فيديو الزيتون. هنا انا حطيت كيس فيه مية وحطيته على الخيار عشان الخيار ما يطفوش لفوق كده ويعمل ريم ابيض او اي حاجة مش لطيفة. بنقدر ناكل منه امتى؟ تاني يوم على طول. مهم بس ان احنا لما نيجي نطلع اي مخلل ما نطلعوش بايدينا، نطلعه باي حاجة كده نظيفة وناشفة. لونه حلو جدا، قرشته حلوة جدا، هيفضل مقرمش من اول واحدة لاخر واحدة. يعني شايفين شكله تحفة، اللهم بارك. وبس كده خلصنا. لو وصلتوا معايا لحد هنا بشكركم جدا.